بدون سلق ولا تحمير ولا فرقعة كتير، اعمليه وفي وقت قياسي جهزيه. بوبس بقى او زي ما هو وبعدين شرايح تقطعيه. يلا يلا بينا وهتشوفي ازاي هتحضريه. الممبار كده بعد ما تجيبيه وتغسليه وتنضفيه في المصفى كده ابتدي حطيه عشان ينزل كل المية اللي فيه. الخضار بقى هاتيه وابتدي نقيه وبعدين تغسليه كويس جدا وبعدين في المية تنقعيه مية وخل وحطيه على جنب كده لحد بقى ما تحتاجيه. تمام، يلا بينا على اللي بعد كده. هاتي كيلو من البصل وفي الكبة افرميه. ما تضغطيش قوي في الفرن لحد ما تعصريه، احنا عايزينه خشن شويه. وبعدين كده يلا هاتيه 4 معالق على جنب كده شيليهم. وهاتي الحله وزيت وسمنه انزلي بيهم. والبصل ابتدي كده نزليه ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقه كبيره من البابريكا انزلي برضو عليهم. هعمل خلطة خطيرة جدا، ميكس خطير جدا كده ما بين الني في ني والمتسبك. هاخد الاتنين في واحد، هتديني طعم وتست تحفة جدا. يلا بقى كده الطماطم ابتدي انزلي بيها وقلبيها مع الميكس الخطير دوت. وابتدي بقى اغطيها وعلى نار هادية سيبيها. وهنا بقى الرز بعد ما تغسليه بالبصلة هتخلطيه وتبتدي بقى كده تدعكي فيه بالملح والفلفل الاسود برضو والكمون. ادعكي فيه كويس جدا ومكسيه وبالصلصة اللي عملناها ابتدي انزلي بيها عليه. تمام كده خلصنا الخلطة بتاعتنا. تمام وظبطنا الملح بتاعنا. وهاتي كده جزء من الخلطة مش كلها عشان ما تزفريش الخلطة كلها ولو تبقى حاجة معاكي تفضل كويسة. تمام بالسبابة والوسطى ابتدي كده احشيه. تمام سواء بقى هتعملي بوبس صغير كده كرات جميلة كده وشكلها تحفة جدا. تمام اعمليه وبالخيط بتاعك اللي موجود في البيت ابتدي بقى ما بين كل واحدة والتانية خيطيها بس متعبيهاش كتير عشان ما تفرقعش منك. والباقي برضو لو هتحبيه تعملي زي ما انا عملته كده تحاولي تنزلي منه خالص تبططيه عشان ما يفرقعش معايا. بس طبعا انا عندي هنا الممبار تخين فبرضو ملا معايا. تمام انا اختي ما عنديش بصراحه خلق فعملت صف واحد بس بوبسي كده والباقي عملته زي ما هو. وهجيب بقى الصينيه بتاعتي وهنا الطماطم حلقات اعمليها والجزر زيها برضو قطعيها وبرضو البصل معاكي كمان نفس الكلام هتقطعيه. تمام وفي كده الصينيه ابتدي فرديه وهاتي كده الممبار وابتدي كده في الصينيه لفيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبرضو راعي ان هو هيزيد فوسعي كده وانت بتحطيه. نسيت اقولك وانت بتعملي الخلطه اوعي تنسي النعناع الجاف مع الممبار بتبقى بيدي تيست تحفه جدا وهيعجبك باذن الله. ويلا بينا كده بقى اشوف هنعمل التشريبه بتاعه الممبار هتبقى ازاي. تمام 1.5 كوباية من الميه المغليه هتنزليها 2 معلقة من الصلصه انزلي عليها. تمام وملح وفلفل اسود ومعلقه معلقه صغيره من البابريكا لو حابه تحطيها حطيها. تمام وابتدي كده يلا قلبيها. تمام ولو عايزه تضيفي مكعب مرق ضيفيه مش حابه خلاص بلاش منه. ويلا كده على الممبار ابتدي سقيه. تمام وبالغطا تاني او حتى انا حطيت نفس الصينيه كده فوقيها ودخلتها في الفرن دخليها بالشكل دوت هتخرجيها والممبار تحفه. ولايك وشير اوعي تنسيه. اشوفكم في فيديو جديد مع السلامه.